السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقدم لكم الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملاح خنيفرة، أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نشوفوا شنو هما الشروط. تقريبا عندنا غير جهة بني ملال، ولكن كاع الجهات كيكونوا تقريبا نفس المعايير، نفس البرمجة الزمنية. إذا أول حاجة غادي نشوفوا بأن الانتقال الأولي عندنا، واللي عندهم شهادة الإجازة في التربية ولا وبصفة استثنائية غتكون الفترة المحدودة اللي تمتد لثلاث دورات حاملو إجازة المسالك الجامعية في التربية. غادي ندوزو للتقسيم ديال الاختبار. عندنا الاختبارات الكتابية، عندنا الابتدائي كندوزو كلشي، كاع المواد كيدوزو فيهم ساعة في مادة التخصص، وحتى كذلك في مادة ديال التعليم الثانوي. في التعليم الثانوي عندنا تا هو كيتزاد علوم التربية، إضافة جديدة في هذه المباراة هذا العام. هنا كينقسموا لينا، كيكون عندنا اختبارات عملية تزادوا تا هما. الاختبارات العملية خاصة غير بالتربية البدنية، وكاين اختبارات الشفوية. الاختبارات الشفوية هاد العام تكون أسهل من السنوات اللي مضات، لأنه غادي يعطيوك غير وضعية ديرها في واحد، يعطيوك جوج سوايع باش أنك تقاد ليهم واحد الوضعية، وغادي تجي تعرض عليهم قدامهم في واحد 20 دقيقة، غدير العرض ديالها وغادي تناقش معاهم فيها في واحد 30 دقيقة، والمعامل ديالها هو 10. عادة بالنسبة لأطر الدعم الإداري والتربوي، هو يكون عندهم طريقة أخرى للاختبار الشفوي. ومن بعد كندوزو النتائج، كيكونوا النتائج النهائية صافي. ومن بعد كدوزو للمباراة. هنا غادي نشوفو الخصائص، نمشيو لمادة تونس السعيدة. هنا في هاد الجهة بني ملال الخنيفرة عندنا الاجتماعيات فيها 91 أستاذ اللي خاصهم في هذه الجهة. وهذه في الأخير هي البرمجة النهائية ديال المباراة. عندنا 8 نوفمبر غيتفتح السيت باش أنه يتسجلوا، من 8 حتى 22 غادي يبقى السيت مفتوح باش أنه كلشي يتسجل، وفي نهار 22 في الشهر عاد غادي يتسد السيت. وغادي من بعد غيبداو يديروا في الانتقال الأولي اللي غيستمر واحد يومين تقريبا، نهار 23 و 24 نوفمبر. أما الإعلان عن اللوائح فغادي يعلنوا على الناس اللي غاديين يمشيو يدوزوا الكتابي نهار 25 في نوفمبر. من بعد يومين نهار 25 26 27 غاديين يدوزوا الاختبار الكتابي نهار 27. أما بالنسبة للاختبارات العملية اللي قلنا لكم خاصين غير بالتربية البدنية بالرياضة، فهاديك غادا دوز نهار جوج وثلاثة دوجنبر، يعني في شهر 12 حتى لشهر 12. أما بالنسبة للنتائج ديالهم غادي تكون نهار 5. والاختبارات الشفوية ديال الشفوي غيكون ما بين 8 حتى ل 15 دوجنبر، حتى ل 15 في شهر 12 غادي يكون. أما بالنسبة للنتائج النهائية غادي تكون 18 دوجنبر. 18 دوجنبر غادي يعلنوا النتائج النهائية، الناس اللي نجحوا بصفة نهائية. وغادا تنطلق الدراسة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتدريس. غادي يكون عندنا تسجيل الناجحين، غيعطيهم واحد المدة ديال التسجيل من 21 حتى ل 25، تقريبا 5 أيام بحال هكاك باش أنك تسجل في المركز. وغادا تبدا القراية، انطلاق القراية في التكوين غادا تكون نهار 26 دوجنبر.